السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا لله الا بالذكر لا تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بقى الحق هاتيه قبل ما يخلص من السوق وفرزيه ومن غير سليق وخزنيه. طريقة تخزين ورق العنب بطريقتين ان شاء الله باذن الله يعجبكم وينول اعجابكم ان شاء الله. دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. متنسوش تحطوا اللايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. معايا كده الكميه اللي انت عايزاها تجيبيها هاديه. انا معايا كده ازازتين ومعايا ورق استرتش. الطريقه المعتمده اللي انا بعمل بيها حبايبي الاسترتش. اول مره اجرب الازازه ولقيتها نازله ترند ونازله كتير قلت اجربها مفيش مشاكل. بس بجد حقيقي طريقتي اللي انا معتمده بيها ورق العنب من غير سيلي ومن غير اي حاجه الاسترتش. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. انا كده معايا لفة استرتش زي ما انتم شايفين. طبعا الورق العنب انا جايبه كيلو حبايب قلبي. انت عايزه تضعفي الكميه هاتي اللي انت عايزه. طبعا ورق العنب بصوا مربط ازاي وتجيبي العنقود اللي هو الاحمر. طبعا بص بحط بقى ايه اللفه كده على بعضيها واضغط عليها جامد قوي واطلع الهواء منها والفها بالستريتش زي ما انتم شايفين كده اهو. لفه حلوه عشان يبقاش فيها هوا. والله يا حبيبتي احبايبي ما شاء الله يعني بيقعد بالسنه وبالاتنين في قلب الفريزر زي الفل وبيطلع بيتسلق كانك لسه جايباه من السوق دلوقتي حالا. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو بحطه في الستريتش اهو زي ما انتم شايفين بلفه كده يمين وشمال بحيث ما يدلهوش هوا خالص نهائي ويبقى متغلف حلو. وبحطه في الفريزر بيقعد معاكي فتره كبيره زي ما انتم شايفين. بصوا بقفله كده خالص واهم حاجه اطلع الهواء منه وانا بعمله اضغط جامد عشان اطلع الهواء. بصوا ما شاء الله عامل ازاي اهو. نعمل كمان واحده مع بعضينا. ادي الاسترتش معايا اهوت بقطع طبعا بفكه كده وبقطعه اهو. بصوا اللفه ما شاء الله مربطه زي ما هي كده بالعنقود بتاعها اهو. اطبق كده والف اهم حاجه اضغط عشان اطلع الهواء. دي الطريقه المعتمده اللي انا بفرز بيها ورق العنب بتاعي من غير سليق ومن غير اي حاجه. بصوا بلم ازاي وبقفل كده على الحوافي اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ميبقاش فيها هوا خالص طايله. بصوا اهو. بصوا ما شاء الله ملفوفه وعامله ازاي وماسكه نفسها. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الجمال بجد حقيقي. هاتوه الفتره دي وفرزوه قبل ما يخلص من السوق. وطبعا انا بجيب كميه على قد الايد وحضرتك بقى تجيبي اللي انت عايزاه. بصوا بردك اهو. بصوا بالعنقود مربوط زي ما هو اهو يا حبايبي. بصوا بقى بغلفه ازاي بقفله من جميع النواحي اهو زي ما انتم شايفين كده واضغط كده عشان اطلع الهواء منه. بسيط وسهل ان شاء الله وهيعجبكم جدا اهو. نعمل كمان بردك واحده تانية اهو. دي طريقتي من زمان بس حبيت اجرب طريقه الازازه قلت مش مشكله برضك تغيير وحاجه جديده برضك. والله عجبتني هعتمدها ما عجبتنيش يبقى حاجه برضك وجربتها. العلم بالشيء ولا الجهل بيه. انا بحب الحاجه اللي بستفيد منها اللي بتنفعني وتنفع بيتي. زي ما انتم شايفين كده اهو برضك الاسترتش برضك بقص برضك زي ما انا عايزه اهوت. اهم حاجه الف يا حبايب قلبي واطلع الهواء منه عشان ميبقاش فيه هواء من جوه. اضغط جامد وانا بعمل. بصوا ما شاء الله اخضر وجميل وعامل ازاي. ما شاء الله بجد والله يا بنات جميل جدا. انا بعمل كميه على قدي مش لازم يفضل معايا في الشتاء. ممكن استعمله طول الصيف مادام موجود لان شويه كده كده مش هتلاقيه موجود في قلب السوق اهو. بصوا ما شاء الله. بص ماسك نفسه عامل ازاي جميل بجد والله يا حبايبي. جربوا الفكره دي هتعجبكم جدا. بصوا بقى اللي في الازازه طبعا بلفه كده زي الصابع كده اهو وابدا احطه في الازازه زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه املى الازازه واضغط عليها بحاجه كده تبقى عشان ما يخش لهاش هوا. زي ما انتوا شايفين كده انا هحكم الازازه قوي بيها كمان واحط فيها زهقة معلقه كبيره كده وابدا انزله لتحت خالص. اهم حاجه ميبقاش الازازه بتاعتي مهويه ويخش لها هوا. ممكن تركنيه في التلاجة وممكن تركنيه في المطبخ على جنب مش هيجراله اي حاجه خالص نهائي. دي برضك حبيت برضك اجربها معاكم. بصوا انا طبعا بفكه من العنقود بتاعه عشان طبعا مش هيقدر يخش ده كله. بصوا بضغط عليه ازاي اهو بمعلقه خشب كده بضغط جامد بقى اهو. وابدا الفه صوابع كده كام واحده ببعضيها كده وابدا احطه في الازازه
سهلة برضك وبسيطة، ما فيهاش برضك اي تعب. بنجرب برضك الحاجة مش مشكلة، بس هي الطريقة الأساسية بتاعتي اللي هو الاسترتش. بجربه على طول، بعمله على طول، ما شاء الله بيطلع معايا ناجح وممتاز جدا. هجرب ازازتين، والمرة طلعوا حلوين يبقى هعمل بعد كده في الازازة، ما طلعوش حلوين يبقى عادي، يبقى برضك انا جربت برضك. بصوا انا بضغط ازاي يا حبايبي، لازم الازازة تبقى مضغوطة جامد، اهم حاجة يبقى يخش لهاش هوا. حطيتوا بقى اللايك ولا لسه؟ متنسوش تحطوا لايك وتشتركي في القناة عشان يوصل لكل جديد. اللايك بتاعي يساعدني والكومنت بتاعي يشرفني، وترفعي لي الفيديو اعلى مشاهده. بصوا اهو، بحط كذا طبقه فوق بعضهم كده اهو، بضغط برتك عليهم، بلفهم كانهم صباع كده اهو، وابدا انزل كده في الازازه زي ما انتوا شايفين كده. سهله وبسيطه، ومش جايبه كميات كتيره قوي، حاجات برتك على قد الايد. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما شاء الله كيلو. وبصوا عمل لي يا بنات ازازتين، وعمل لي كذا ما شاء الله كذا كيس استرتش. بصوا ما شاء الله، واخضر وجميل، جميل جدا، اللهم بارك اهو. بصوا كده بضغط برضك في الازازه عشان الازازه بتاعتي تبقى متعبيه على الاخر، ما يبقاش فيها اي هوا خالص نهائي اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ ما شاء الله، حاجه سهله وبسيطه وجميله جدا، وما شاء الله يعني موفره جدا. حتى لو تعملي فتره الصيف كمان يبقى كل حاجه موجوده عندك في قلب البيت اهو. بصوا منظر الازايز عامل ازاي، والاسترتش ما شاء الله جميل جدا والله يا حبايبي. ده كان فيديو بسيط وخفيف من مطبخ ام محمد، قناه يومياتي انا وبناتي. يا رب يكونوا استفدت منه وعجبكم. لايك وشير للقناه عشان يوصل لكل جديد من قناتي. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا، اسيبكم في حفظ الرحمن، سلام.